السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم النهاردة عن مسابقة اليونيسيف للطلبة اللي حضروا الورشة التدريبية لمخاطر الإنترنت. بالراحة كده، أول حاجة أنت محتاجها إن الشهادة هتوصلك على الواتساب، هتفتحها هتلاقي مكتوب جوه الشهادة فيه كود، هو ده كود خاص بالشهادة. تمام، دي أول حاجة لازم تعرفها. الحاجة التانية، المسابقة بتتيح ليك إنك تشارك في واحد من أحد مجالات 3. إيه هما المجالات ال3؟ أول مجال هو البوستر، تاني مجال الفيديو التعليمي، تالت مجال واجهة لعبة. طب ايه الفرق بين التلاتة؟ طبعا ابسطهم البوستر. لو انا قلت لك يعني ايه بوستر، هتقولي البوستر والله هي عبارة عن ورقة بتطبع، بيكون ليها ديزاين، بيكون ليها موضوع معين، بتطبع وبتتعلق عشان تعمل توعية او اعلان عن حاجة معينة. ده البوستر. طيب ايه الفيديو التعليمي؟ الفيديو التعليمي فيديو يعني فيه صوت وفيه حركة وفيه شخصيات، صح كده، وفيه صورة. طيب هل ينفع اسجل فيديو ليا سيلفي؟ لا، الفيديو التعليمي المقصود بيه اللي انت بتقوم بانشاء شخصية كرتونية كده بالكمبيوتر، وهي اللي بتبقى بتتكلم وبتشرح عن موضوع معين، وهنتكلم في اخر الفيديو ايه هي الموضوعات. تمام، يبقى البوستر ديزاين ثابت هيتطبع على ورقة، اما الفيديو التعليمي فهو عبارة عن شخصية او اكتر كرتونية بيتكلموا مع بعض، وبيبقى فيه حركة وبيبقى فيه صوت. طيب ايه واجهة اللعبة؟ انت ما بتحمل لعبة عندك بتظهر الشاشة الرئيسية فيها عبارة عن ايه؟ بتلاقي اسم اللعبة، وبتلاقي الشخصيات اللي جوه اللعبة مرسومين، صح؟ وبتلاقي مجموعة من الأزرار، ولما بتضغط على أي زرار بيوصلك لحاجة معينة. يعني أكيد كل لعبة بيبقى فيها زرار ستارت أو ابدأ، لما بضغط عليه بتبدأ اللعبة. فانت هتعمل لعبة تفاعلية. طب ايه بقى كده الفرق بين واجهة اللعبة وما بين الفيديو؟ ان الفيديو حاجة انا بتفرج عليها او بسمعها بس، اما واجهة اللعبة فهي تفاعلية، يعني فيها زرار لما بضغط عليه بتحصل حاجة معينة. هتقولي طب انا اعمل لعبة ازاي؟ لو انا عايزة اعمل لعبة تشجع الولاد ان هم ياكلوا الاكل الصحي، فبالتالي لما انا هضغط على زرار ابدأ هلاقي ان الشخصية بتكسب نقط لما بتاكل اكل صحي، وبتخسر نقط او بتخسر محاولات لما بتاكل اكل غير صحي، صح كده؟ نفس الكلام. طيب احنا كده عرفنا اللي انت هتشترك في المسابقة سواء انك تعمل بوستر او فيديو تعليمي او واجهة لعبة. طب الموضوع هيبقى عبارة عن ايه؟ انت بتختار موضوع واحد من اللي انت درسته، وخلي بالك احنا كنا التدريب ده بنقدمه لطلبة ابتدائي وطلبة اعدادي وطلبة ثانوي. كل مرحلة خدت 5 موضوعات، والخمس موضوعات مختلفين، عناوينهم يعني مختلفة، لكن المحتوى يعني نوعا ما مشابه. تمام، طيب تعالوا كده مع بعض نشوف ايه هي الموضوعات. بالنسبة للمرحلة الابتدائية فاحنا ابتدينا معاهم بأول درس كان اسمه إشارة مرور، كنا بنتكلم فيه عن التطبيقات اللي دايما بنديها إشارة لونها أخضر، يعني دي تطبيقات آمنة ومواقع آمنة تقدر تستخدمها عادي مناسبة لسنك وما فيهاش أي مشاكل وبتحافظ على خصوصيتك. في مواقع وتطبيقات كنا بنديها إشارة انتظار اللي هي الصفراء اللي انت محتاج تسأل حد كبير. وفي إشارة مرور كنا بندي تطبيقات أو مواقع إشارة لونها أحمر، وده معناه إن هي مواقع وتطبيقات غير آمنة ولازم توقف التعامل معاها خالص. تاني موضوع في المرحلة الابتدائية كنا بنتكلم على إن أنت إزاي تحافظ على خصوصيتك، كنا بنتكلم على خصوصيتي البرايفسي. وكنا بنتكلم على الخصوصية اللي انت ما ينفعش تنشر عن رقم تليفونك، عن رقم بطاقتك اللي هي رقم الكريدت كارد اللي هي البطاقة الائتمانية. ما ينفعش تنشر صور شخصية، ما ينفعش تنشر عنوان بيتك فين، ما ينفعش تنشر عنوان مدرستك فين، ما ينفعش تقول انا الساعة كذا مش هبقى موجود في البيت فاضي اليوم ده. كمان تالت موضوع اتكلمنا عنه كلمة السر، وقلت كلمة السر لازم تكون قوية بتتكون من حروف وارقام ورموز. اتكلمنا كمان ان كلمة السر ما ينفعش اشاركها مع حد، ما ينفعش كلمة السر يكون فيها تاريخ ميلادي او اسمي او اسم الحيوان الاليف اللي انا بربيه، ما يبقاش فيه اي حاجة بتدل عليا، ما تكونش سهلة التخمين. الرابع الموضوع اتكلمنا عن انا طيب وشجاع، واتكلمنا فيه خاصة عن التنمر، وان احنا لازم نقول كلمات طيبة لاصدقائنا، ولازم نكون شجعان ونقدم الدعم لاي حد محتاج. اخر موضوع في المرحلة الابتدائية كان انا محترم اونلاين، وازاي ان انا اتعامل مع الاخرين على الانترنت. فانت لو انت مرحلة ابتدائية مثلا وقررت ان انت تشارك في مسابقة وتعمل واجهة للعبة، فهتختار واحد من الموضوعات ال5 دولت عشان تشارك فيهم في المسابقة. تمام، طيب بالنسبة للمرحلة الإعدادية برضو كان 5 موضوعات، بس كان عنوانهم كالتالي. أول موضوع كان اسمه ضد المجرم، واحنا هنا ازاي بنحافظ على نفسنا من الناس الهاكر او الناس اللي بتحاول تسرق معلوماتنا الشخصية، او الناس اللي بتتكلمنا على الانترنت وتحاول تسألنا على معلومات شخصية. تاني موضوع كان اسمه ضد التنمر، وعرفنا ان احنا لازم نوقف التواصل مع الشخص المتنمر، لازم نبلغ حد كبير، بناخد سكرين شوت او بنحتفظ بيه
المحادثة نفسها عشان اعمل بيها بلاغ. تالت موضوع كان اسمه حدودي اونلاين، وازاي اللي انا اقدر اتحكم في الاوقات اللي انا بقضيها على الانترنت، وازاي بختار دايما الاوقات المناسبة، وازاي اخصص وقت المذاكرة ووقت الانترنت، وازاي ان انا اتعامل مع الانترنت بامان واحافظ على جسمي وغيره. الموضوع الرابع كان اسمه خلي بالك من الفخ، وكنا بنتكلم فيه على المصايد الإلكترونية اللي بتقابلنا، زي الإيميلات اللي بتجيلنا وبيبقى فيها لينكات لما بضغط عليها ممكن يتسرق حسابي، أو ممكن التليفون بتاعي يدخل عليه فيروس، أو إن اللينك ده بيدخلني على موقع فيه حاجات غير مناسبة. الموضوع الأخير كان بيتكلم فيه إن أنا في أمان على الإنترنت، أو الإنترنت فيه أمان، وكنا بنتكلم عليه إزاي نستخدم الإنترنت في أمان. فأنت لو أنت طالب في المرحلة الإعدادية برضو هتشارك في المسابقة بوستر أو فيديو تعليمي أو واجهة للعبة في الموضوعات واحد من الموضوعات ال5 دول. بالنسبة بقى للمرحلة الثانوية فهم برضو كانوا 5 موضوعات، وتعالوا كده نشوف عناوينهم مع بعض. أول حاجة اتكلمنا عن موضوع بصمتي الرقمية، وكان بيتكلم إن احنا أي حاجة نقوم بيها على الإنترنت هي بتترك أثر وبصمة بتدل عليك، وبتبقى بيانات أو معلومات عنك. تاني حاجة اتكلمنا عليها هي موضوع اسمه خليك مسيطر، وكنا بنتكلم فيه على الرفاهية الرقمية. وخليك مسيطر هنا كنا بنأكد ان انت لازم تستخدم الانترنت وتحافظ على صحتك وتخصص له اوقات معينة. الموضوع الثالث كان اسمه التنمر الالكتروني، وعرفنا الفرق بين التنمر العادي والتنمر الالكتروني وايه اوجه التشابه ما بينهم، وقلت ان احنا لو تعرضنا للتنمر الالكتروني لازم نوقف الاتصال، ولازم نعمل بلاغ، ولازم نبلغ حد كبير، ولازم نقدم الدعم لو انا شايف ان في حد بيتم التنمر عليه. الموضوع الرابع كان اسمه اعدادات الامان واعدادات الخصوصية، وكنا بنقول فيها ان انت ما ينفعش كل المنشورات اللي تبقى موجودة على السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي تكون كلها عام او بابليك. ما ينفعش رقم تليفونك يبقى بابليك، ما ينفعش تاريخ ميلادك يبقى بابليك، ما ينفعش عنوان بيتك وصورك الشخصية تبقى بابليك، لازم تكون مقتصرة. مثلا الصور بتاعتك هتبقى بقى بينك وبين افراد العائلة فقط، ويفضل اصلا انت ما تنشرش صورك الشخصية على الانترنت. كمان اتكلمنا ما ينفعش عنوان بيتك يبقى بابليك، ده لازم تخفيه. مفيش حد محتاج ان هو يبص على عنوانك من السوشيال ميديا، لان اكيد قرايبك هم عارفين عنوانك، مش هيدخلوا السوشيال ميديا يحصلوا عليه. اخر موضوع اتكلمنا فيه عن الذكاء الصناعي، وقلنا دلوقتي كل الابلكيشن والويب سايت اللي فيها artificial intelligence بتعمل لك تراكنج وبتجمع عنك داتا عشان تشوف تفضيلاتك ايه، وتبدا تقدم لك اعلانات مناسبه للتفضيلات ليه. فانت لو طالب ثانوي برضو هتختار انك تعمل بوستر او فيديو تعليمي او واجهة لعبة تفاعلية بس في واحد من الموضوعات ال5 دي. طب انا دلوقتي استقريت مثلا ان انا هعمل فيديو تعليمي وانا في المرحلة الابتدائية، فهختار مثلا موضوع كلمة السر. مطلوب مني ايه كمان؟ اعمله باللغه العربيه ولا باللغه الانجليزيه؟ طبعا منظمه اليونيسيف دي منظمه دوليه، وهي مقدمه التدريب ده في اكتر من دوله، وبالتالي يفضل احنا نعمل لا مش يفضل، هو مطلوب مننا ان يكون نستخدم اللغه العربيه. يبقى احنا هنستخدم اللغه العربيه سواء في البوستر او في الفيديو التعليمي او في اللعبه. تمام كده؟ فاحنا دلوقتي مطلوب مننا ايه؟ ان احنا نتاكد ان احنا دخلنا على لينك عشان نسجل في المسابقه، ولازم عشان تشترك في المسابقة دي لازم تكون حصلت على التدريب فعليا، حضرته. ما ينفعش ان انت ما تكونش حضرت التدريب وتقول انا عايزة اشترك. تمام؟ يبقى اول حاجة تكون حضرت التدريب، تاني حاجة تكون اخدت الشهادة وهتلاقي عليها كود عشان الكود ده بتحتاجه وانت بتسجل، تالت حاجة بتختار انت عايز بوستر ولا فيديو تعليمي ولا واجهة لعبة، وتختار واحد من الموضوعات ال5 اللي اتدرست لك على حسب المرحله واحنا قلناها. بعد كده بتدخل على اللينك وتسجل، وتبدا بقى تفكر في انهي موضوع بالظبط انت هتبدا تشتغل عليه، وتاكد ان انت تستخدم اللغه العربيه. طيب التحكيم هيتم ازاي؟ هنعرف مع بعض عن طريق المدربين وعن طريق جروبات الواتساب، هم هيعرفونا بالظبط هيتم ازاي عمليه التحكيم. تمام كده يا شباب؟ اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، ومفيش حد فيكم يكسل. الموضوع سهل جدا، يعني ابسط حاجه ان انت تعمل بوستر، ودي حاجه سهله جدا وظريفه، وخاصه ان احنا خلاص في نص السنه ما ورناش حاجه نعملها. فاشتركوا يا ولاد. اليونيسيف منظمه محترمه جدا، التدريب بتاعها كان قوي جدا، وانتوا نفسكم حبيتوا التدريب وحضرتوا معانا الاكتيفيتي بتاعته، كانت كلها ممتعه. وان شاء الله باذن الله اللي هيتم تصعيدهم من محافظه اسكندريه هيحضروا ان شاء الله بعد كده الكامب ان شاء الله بتاع المسابقه الكبيره. فبتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله ليكم كلكم، فما تكسلوش وشاركوا، وتاكدوا ان انتوا دخلتوا على اللينك وكتبتوا كل بياناتكم بدقه وكلها صحيحه 100%. شكرا لكم وبالتوفيق.